السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ ولاء. النهاردة إن شاء الله من مطبخنا هنعمل لكم إن شاء الله صوص الفراولة بكل سهولة وأحلى من بره طبعا بكتير جدا. نقدر نعمل بيه التورتات، التشيز كيك، الكيكات، الآيس كريم. هنستخدمه في حاجات كتيرة جدا ونقدر نحتفظ بيه وينفع معانا في أي وقت. طبعا بما إن الفراولة كتيرة الأيام دي وحمرة وجميلة، فإن شاء الله هنعمل الصوص الفراولة. يلا نروح مع بعض للطريقة والمقادير ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. انا عندي هنا نص كيلو من الفراولة، نزلت عليهم بكوباية من السكر، وبعد كده هعصر عليهم ليمونية، وبعد كده هنزل بيه كوباية من المية. كده المرحلة الأولى. وبعد كده هنبدأ نحطه على النار ونسيب الصوص لمدة تلت ساعة على النار، من ربع ساعة لتلت ساعة بالشكل ده. عايزة اوريكم شكله هو على النار. نزلته خلاص من على النار، ده شكله بعد ما نزلته خلاص. قعد حوالي تلت ساعة. شوفوا شكله ما شاء الله عليه جميل ازاي. انا هنا عندي الفراولة مش هحتاج هنا لون خالص. لو الفراولة عندنا مش لونها احمر ممكن تحطوا جيلي او لون للفراولة. انا هنا محضرة عندي نص كوباية من المية، نزلت بيه معلقة من الكريم شانتيه ومعلقة من النشا، ونزلت عليهم بالفانيليا وقلبتهم كويس جدا. وبعد كده هنزل بيهم على الفراولة، صوص الفراولة. هقلبهم كويس جدا، وبعد كده هبدأ احطهم في قلب الخلاط. هضربهم بقى، وبعد ما اضربهم نشوف مع بعض. ضربتهم خلاص في الخلاط، بعد كده هصفيهم. خلاص هنبدأ نصفيها. خلاص صفيتها بقى، احطها على النار المرحلة الأخيرة خالص، ما بتاخدش وقت معانا. شوفوا ما شاء الله شكلها عامل ازاي، تحفة. مش عايزة اقول لكم ريحتها وطعمها رائع، جميل جدا جدا. وان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم من اول مرة، وطريقة ناجحة ان شاء الله. وبنزلها قدامكم في طبق التقديم اهي. وبكده خلصنا صوص الفراولة بكل سهولة. شوفوا قوامها عامل ازاي، عايزة اوريكم شكلها عامل ازاي في طبق التقديم. روعة ما شاء الله عليها، جميلة جدا ومش مكلفة علينا خالص، وبتعمل كمية ونقدر نحتفظ بيها. يا رب تعجبكم الوصفة. ولو عجبكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب. وان شاء الله استنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.